تخيل لو دخلت أوضة ضيقة ومحبوس فيها 10 أشخاص، الأكسجين كفاية والأكل موجود والهدوء مالي المكان. طب تخيل لو 10 دول بقوا 100 وفي نفس المساحة، الهدوء هيتحول لزحمة، الأكسجين هيبدأ يقل، والأكل اللي كان بيكفي الكل هيبدأ يخلص. الناس هتبدأ تخبط في بعضها، والتوتر هيسيطر على الكل، والصراع هيبدأ على مين يشم شوية هوا نضيف. ده بالظبط ومن غير مبالغة اللي بيحصل في كوكبنا النهاردة. احنا كسرنا حاجز 8 مليار بني آدم، رقم لما تسمعه تحسوا انه مجرد إحصائية ملهاش معنى، بس في الحقيقة ده رقم ضخم ومرعب. احنا ازاي وصلنا لهنا وبالسرعة دي؟ وهل الأرض اللي شايلانا بمواردها ومساحتها اللي مش بتزيد فعلا مكفية الكل؟ الموضوع مش مجرد زحمة مواصلات الصبح أو طابور طويل ممل في السوبر ماركت، دي حرب خفية بدأت فعلا على لقمة الأكل وشربة المية وشبر المساحة اللي بنمشي عليه. والسؤال الصعب اللي لازم يواجه كل واحد فينا، هل من حقنا نفضل نخلف أطفال كتير ونجيبهم في عالم موارده بتتلاشى قدام عينينا؟ وإيه اللي هيحصل لما 8 مليار دول يبقوا 15؟ إحنا النهاردة هنشوف إزاي الخلفة تحولت لسلاح في إيد الدول، وإيه المصير الأسود اللي مستني ولادنا لو فضلنا ماشيين في نفس الطريق. الكلام ده مش تشاؤم، دي حقيقة بنعيشها النهاردة مع كل أزمة مية وكل غلاء أسعار. حلقتنا النهاردة مستوحاة من كتاب The Population Bomb، قنبلة السكان، لبول إيرليك، ونشره سنة 1968. المشكلة الحقيقية في اللي بيحصل إنه إحنا قدام انفجار صامت، أنت مش بتحس بيه وأنت ماشي في شارعك الهادي، بس لو رجعت لورا وبصيت للصورة الكبيرة من بعيد هتكتشف إن إحنا بنجري بسرعة خرافية نحو الهاوية. وعشان تستوعب حجم الكارثة لازم تفهم لغة الأرقام في تاريخنا كبشر. البشرية أخدت مئات الآلاف من السنين من أول ما الإنسان البدائي مشي على الأرض عشان نوصل لأول مليار بني آدم، وده حصل تقريبا سنة 1800. متخيلين؟ آلاف السنين عشان نجمع مليار واحد. بس الصدمة الحقيقية بتبدأ هنا. المليار الثاني أخد 130 سنة بس، والثالث أخد 30 سنة، ودلوقتي إحنا بنزيد مليار جديد كل 12 سنة تقريبا. إحنا كده مش بنزيد، إحنا بننفجر في وش الزمن. تخيل المشهد ده، لو ركبت تاكسي في قلب مدينة دلهي في الهند، الزحمة هناك مش مجرد عربيات واقفة، دي كتلة بشرية حية بتمتد لآخر البصر. ناس نايمة على الأرصفة لأنه مفيش مكان، وناس بتطبخ وسط العربيات، وأطفال بتلعب في وسط العوادم، صريخ وزحمة تخليك تحس إن الكوكب ده بأهله فعلا. والمنظر ده مش حالة خاصة بدولة فقيرة، ده التريلر أو العرض الإعلاني للمستقبل اللي مستنينا كلنا. إحنا بنزيد بطريقة بيسموها العلماء النمو الأسي، exponential growth. يعني الزيادة مش 1+1=1، دي بقت عاملة زي الخلايا السرطانية اللي بتضاعف نفسها في وقت قياسي. والمشكلة القاتلة العويصة الكبيرة إنه كوكب الأرض ثابت، مساحة الأرض الزراعية مش بتزيد ولا شبر واحد، والمية العذبة كميتها هي من آلاف السنين. إحنا بنحاول نضغط مليارات البشر في وعاء مساحته مش بتكبر معاهم، ده ضغط جبار على كل نفس بنتنفسه وكل لقمة بناكلها. إحنا كده راكبين قطر ملوش فرامل. خلينا نتكلم بصراحة ومن غير شعارات وردية، إحنا بنحب نضحك على نفسنا ونقول إن التكنولوجيا والزراعة الحديثة والذكاء الاصطناعي هيحلوا كل حاجة، وإننا دايما هنخترع طريقة سحرية نأكل بيها المليارات دي. الحقيقة المرة بقى هي إنه الأرض ليها حاجة اسمها سعة استيعابية، carrying capacity، يعني في حد أقصى للحمل اللي تقدر تشيله التربة، والمية ليها آخر. هو فعلا العلم أنقذنا في السبعينات والثمانينات بفضل الثورة الخضراء اللي زودت المحاصيل، بس ده كان حل مؤقت على حساب جودة الكوكب واستنزاف موارده للأجيال الجاية. لما نغذي 8 مليار من كوكب موارده محدودة، إحنا حرفياً بننهبه ونستنزفه. إحنا في سباق ضد الطبيعة بنحاول نكسبه بأساليب انتحارية،
بنطور بذور معدلة وراثيا بتطلع محصول أكتر بس بتدمر جودة التربة للأبد، وبنرمي أسمدة كيماوية بتهري الأرض عشان تدينا أقصى ما عندها في وقت قياسي، وبنحفر آبار مية لأعماق خرافية موصلنالهاش قبل كده، وكل ده عشان نلاحق على الأفواه اللي بتتفتح كل ثانية. المجاعات اللي بنشوفها في الأخبار النهاردة في مناطق النزاعات أو الجفاف مش حوادث عارضة، دي البروفة النهائية للي هيحصل للعالم كله لما نوصل لنقطة الانكسار، لما يبقى عدد الناس أكبر بكتير من كمية القمح والمية المتاحة. الدول مش هتقعد تتفاوض بهدوء، الدول هتبدأ تنهش في بعضها وتسرق حصص بعضها عشان لقمة العيش. الحقيقة البشعة إنه المجاعات مش مجرد نقص في المحاصيل بسبب الجو، دي نتيجة حتمية لغرور بشري فاكر إن موارد الأرض بئر ملوش نهاية، بينما الواقع بيقول إنه القاع بدأ يبان واضح جدا. وهنا لازم نوقف لحظة عشان نفهم حقيقة الوضع النهاردة في 2026. إحنا بنعيش مفارقة غريبة، في الوقت اللي العالم فيه بيصرخ من الزحمة ووصلنا ل 8 مليار، بنواجه حقيقة تانية صادمة. نسبة المواليد في العالم بتقل بسرعة مرعبة، وانت ممكن تسألني إزاي بتقولي زحمة وقنبلة سكانية وإحنا بنسمع إن دول زي اليابان وكوريا وأوروبا وحتى الصين داخلين على مجاعة سكانية لأنه مفيش أطفال. الحقيقة إنه إحنا بنعيش عالمين في كوكب واحد، عالم لسه بينفجر سكانيا زي مناطق في أفريقيا وجزء من آسيا، وعالم تاني بينقرض بالبطيء لأنه الناس بطلت تخلف. بس المصيبة هي الضغط السكاني في أماكن الانفجار بيعمل هجرات غير مسبوقة وضغط جبار على الموارد العالمية، وال8 مليار الموجودين النهاردة بيستهلكوا الموارد بطريقة الكوكب مش قادر يلاحق عليها. إحنا قدام مصيبة مزدوجة، زحمة بتخنق الموارد في مكان وانهيار اجتماعي في مكان تاني، والنتيجة في الحالتين هي عدم استقرار بيخض. الحقيقة إنه انخفاض النسبة في دول معينة مش معناه إنه الكوكب بخير، معناه إنه التوازن اختل تماماً، وإننا لسه بنستهلك من رصيد الأرض اللي بيخلص. والموضوع ما بيقفش هنا، الكارثة الأكبر والأعمق هو إن إحنا بنسمم البيت اللي شايلنا عشان بس نقدر نفضل عايشين فيه شوية كمان. لازم نفهم حقيقة غايبة عن كتير مننا، كل طفل جديد بيتولد خصوصاً في الدول الغنية هو مستهلك عملاق من اللحظة الأولى، بيستهلك طاقة وموارد وبيلوث الكوكب أكتر ب50 مرة من طفل بيتولد في بلد فقيرة. الزحمة السكانية دي بتخنق البيئة، عشان نوفر كهرباء والتكنولوجيا وعربيات وموبايلات ولبس 8 مليار بني آدم، إحنا بنهد النظام البيئي كله فوق دماغنا. إحنا بنقطع رئات الكوكب اللي هي الغابات بمساحات تعادل ملاعب كرة قدم كل دقيقة عشان نزرع مكانها ونبني مدن. بنحرق فحم وبترول لحد ما السما اسودت وحرارة الأرض زادت لمستويات ما حصلتش قبل كده. إحنا بقينا عايشين في دايرة مفرغة، بنحاول ننتج أكل أكثر فبنستخدم مبيدات أقوى بتقتل النحل والطيور والحشرات اللي هي أصلاً أساس التوازن اللي بيخلي الزرع يطلع. الكوكب ده مش مجرد مخزن موارد، ده نظام حي حساس جداً، ولما بنضغط عليه بالمليارات دي النظام ده بيبدأ ينهار قدامنا، المناخ بيتجنن والكوارث الطبيعية بتبقى أعنف والأمراض والأوبئة بتهجم أسرع في وسط الزحمة والتلوث. والسؤال اللي بيوجع بجد هنا، هل الرفاهية اللي احنا فيها دلوقتي هي سلفة واخدينها من حق أولادنا في بكرة؟ وهل الأرض هتقدر تستحمل نفايات وفضلات 10 مليار بني آدم قبل ما تقرر إنها تنفضنا من عليها تماماً عشان تنقذ نفسها؟ بعد كل السواد ده لازم نسأل السؤال اللي الكل بيهرب منه، إيه الحل؟ وهنا بنوصل لأكثر جزء بيخبط في ثوابتنا البشرية والدينية والاجتماعية. السيطرة على السكان ما بقتش موضوع للنقاش أو رفاهية أو اختيار، دي بقت مسألة حياة أو موت للجنس البشري. لازم حملات توعية ولازم إجراءات تفكرنا إنه كل طفل جديد هو مسؤولية مشتركة. تخيلوا لو اتفرضت ضرائب تصاعدية بعد الطفل التاني،
عشان الشخص يفكر 1000 مرة في قدرته الحقيقية قبل ما ياخد قرار الإنجاب. هنا هنسأل ليه الدول ما بتاخدش الخطوات دي؟ ببساطة لأنه الخلفة في حسابات السياسة اتحولت لسلاح. كل دولة عايزة جيش أكبر وسوق استهلاكي أضخم وعمالة أرخص. السياسيين بيفكروا في قوة الدولة في 10 سنين اللي جاية، مش في بقاء الكوكب في 100 سنة اللي جايين. إحنا بقينا مجرد أرقام في حسابات الدول، بيتم تشجيعنا على الزيادة عشان نملي المصانع والجيوش، ومن غير ما حد يسأل هل الموارد هتكفي الأفواه دي كلها؟ لازم نراجع الثقافة اللي بتقول إنه الطفل بيجي برزقه. الرزق موجود فعلا في الأرض، بس إحنا كبشر بقينا أكثر من قدرة الأرض على العطاء. هنا لازم أتكلم عن فئة من الناس اللي محدش بيتكلم عنهم، وهم الناس اللي اختاروا ما يجيبوش عيال في الدنيا دي. هم قادرين يخلفوا، بس اختاروا إنهم ما يخلفوش. ومعظم الناس بتتهمهم بالأنانية. الأنانية مش هي إنك تختار ما تجيبش أطفال، الأنانية هي إنك تجيب روح للعالم بس عشان ترضي غريزتك، أو عشان تضمن إنه DNA بتاعك يكمل، أو عشان حد يصرف عليك ويخدمك وانت كبير، من غير ما تفكر ولا لحظة في مصير الروح دي في عالم ما برضه بتخلص. ده استخدام لروح تانية عشان نرضي غرورنا الشخصي بالبقاء. فياريت نحترم النوع ده من الأشخاص وقراراتهم، ونبطل نتهمهم بالأنانية، لأنهم في الحقيقة هم اللي بيقدموا التضحية الأكبر عشان كوكبنا يفضل يتنفس. أنا مش بقول ما تخلفوش، كل حد يعمل اللي هو عايزه، بس نحترم الناس اللي فلسفتها في الحياة مختلفة عننا. نرجع لموضوعنا. معظمنا فاكر إنه اللي بيحصل ده دورة حصلت كتير قبل كده وهتتحل بقدرة قادر زي كل مرة، بس الواقع بيقول إن احنا كسرنا التوازن الطبيعي. لو فضلنا مغمضين عينينا وفاكرين إنه الحل هيجي من غير ما احنا نتحرك وناخد بالأسباب، فاحنا بنرسم نهاية مأساوية لكل حاجة بنيناها كبشر. لو ما خدناش قرارات صعبة وشجاعة النهاردة، الطبيعة هي اللي هتاخد القرارات دي بالنيابة عننا، وقرارات الطبيعة دائما بتكون قاسية. تخيلوا معايا العالم في 2050 أو 2100 لما المدن تتحول لمعسكرات زحمة، الخدمات بتنهار تحت ضغط المليارات، والمية النظيفة بتبقى أغلى من الذهب ويتحط عليها حراسات مشددة، والكهرباء بتبقى حلم بعيد. احنا مش بنتكلم عن فقر عادي، احنا بنتكلم عن انهيار اجتماعي كامل. لما الأكل يقل، الأخلاق بتختفي، والتعاون بيموت، وشريعة الغاب هي اللي بتسود. الدول هتقفل حدودها بالأسلاك الشائكة والسلاح ضد لاجئي الجوع، والصراع على بير مية هيتحول لحروب مدمرة. الأوبئة في الوقت ده هتكون أسرع من أي علاج، لأنه الزحمة الخانقة هي جنة الفيروسات. الصرخة اللي بدأت من سنين طويلة وحذر منها العلماء النهاردة بقت أعلى من أي وقت فات. العالم اتغير جذرياً. احنا لازم نفهم إنه ما بقيناش في عصر الوفرة والمساحات الواسعة اللي كانت عند أجدادنا، احنا في عصر الاختناق الكوني. عشان كده لازم نوعي نفسنا ونفهم اللي بيحصل حوالينا عشان نقدر نفكر صح ونعرف نختار الأحسن لينا ولكوكبنا ولولادنا. سيبولي رأيكم في التعليقات. أنا ريم، ودي كانت قعدتنا النهاردة في بينا كلام. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.